يا هلا على طول وأخبار فنية جديدة. خبري هلا عن هيفا وهبي وألبوم غنائي مؤلف من 20 أغنية. يلا نعرف تفاصيل أكثر. عم تستعد النجمة هيفا وهبي لإطلاق ألبوم غنائي جديد بضم 20 أغنية متنوعة، فعم بتواصل هيفا حاليا عقد جلسات عمل مكثفة لتصوير عدد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب، طبعا تمهيدا لطرحها قريبا. المنتج تامر عبد المنعم مدير أعمال هيفا كشف عن تفاصيل الألبوم الجاي، وأوضح أنه رح يصدر الألبوم على 4 مراحل بتضم كل مرحلة 5 أغاني، وهيدي تجربة فنية جديدة بتمنح مساحة أكبر للتنوع والتجدد. الألبوم الجديد رح يشهد تعاون واسع مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين بمصر والعالم العربي، من بيناتهم توما وعزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد وتامر حسين. بالمقابل ومع التحضير للألبوم الجديد عم تستعد هيفا وهبي لجولة حفلات غنائية واسعة بتشمل مصر والعالم العربي، فرح تحيي مع الفنان محمد رمضان بلبنان حفلة بيوم 23 أغسطس، ومن بعدها حفل مشترك مع فارس كرم بالأردن، بالإضافة لجولة أمريكية وحفلين بمصر ودبي، ورح يتم الإعلان عن تفاصيلهم بالتزامن مع إطلاق الألبوم. نذكر أنه هيفا طرحت مؤخرا ديو جمعة مع الفنان بوسي بعنوان أحمد وأحمد، وهيدي الأغنية دعائية للفيلم يحمل اسم نفسه من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي.